السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع دمعة العين. دمعة العين مرض من الأمراض المقرفة، مرض مقرف بجد. يعني لما بيخش عند حد بيبدأ إن هو ينتشر ويخرب الدنيا. ولو أنت مثلا عندك 5 زغاليل ولا 6 زغاليل حاططهم في عين واحدة، وفي زغلول واحد بس عنده دمعة العين دي، تخرب لك الدنيا كلها. هو بيبقى أصلا يعني الأساس بتاعه هو فيروسي، يعني بيكون فيروس وبيبدأ ينتهي، مش بكتيريا مثلا جايه من الميه او جايه من وممكن يكون كانكر وسدد الجيوب الانفيه وسدد ويعمل التهاب في العين. تمام. فهو يعني وممكن يكون برد برضه سدد الجيوب الانفيه وبتطلع على العين، زي الناس اللي بيربوا الديك الرومي. كل ما الديك الرومي يجي له برد ولا حاجه تلاقي ايه، عينه من تحت ورمت. تمام. كل الحاجات دي ليها برضو ايه عامل في العوامل اللي احنا بنتكلم عليها، وهي حرمانه، يعني هي قصدي يا مرض مقرف. فالوقايه منه ايه؟ ان انت ترفع مناعه فرد الحمام، تزود نسبه البروتين في الاكل بتاع الزغالين، تحط لهم مثلا تحتيه مظبوط، يبقى الدرج على طول نضيف عشان الريش اللي بيطلع على العين ده يعمل التهابات. ولو لقيت اي فرد حمام انت حاسس ان هو من طلعته من امه وابوه مش مظبوطه وهو طالع مطعون ده يعني رفيع وعنده انيميا وبتاع، استبعده. ما تحطوش مع حمامتين غاليين، ما تحطوش مع فوس زغاليل، حطه لوحده. نقي الحمام اللي هو اللي انت حاسس ان هو يعني ضعيف ده، وحطهم لوحدهم كده، كل واحده في عين او كل اتنين في عين، بس كل واحده في عين افضل. تمام. العلاج بتاعه ايه؟ كان من سنتين كده موجود علاج اسمه مايكوس بكتين. تمام. كان السرنجه منه مايكوس بكتين بيطري. هنبقى نحط ال الغلاف بتاع العلبة على الوصف بتاع او على الشاشة بتاعت الفيديو ده. كان موجود يعني. وكنت من اول وكنا بحقنة الانسولين دي من 3 شرط بس، كنت تلاقي الزغلول ده ايه، فاوي على طول وكوي وكده. الجديد بقى اللي حصل، البديل بتاعه اسمه لينكوس بالال، لينكوس بكتينو جيت. لينكوس بكتينو جيت، الله يبارك له علي النبراوي. هو يعني اللي فاهم في الموضوع ده، هو اللي كان كلمته في التليفون وقال لي عليه يعني. تمام. اهو ده. وبعد كده بنحطه اسمه ايه ده، في حقنة الانسولين، وتعد 3 شرط. ايوه، 1 2 3. وتحقنه ايه، في اللحم بتاع الصدر، لا تحت الجلد ولا في العظم. تمام. اهو السن اهو ماشي. ثواني بقى عشان ايه نظبطه، عشان الحته دي ايه خطر. لو جاب حته مش مظبوطه يخرب الدنيا. ماشي. بص، هتوسع الريش كده عشان تبقى شايف. لو السن طويل زي السرنجه المصري دي مش المستورد، هتقوم بالورب، مش تديها له كده، لا بالورب. اهو بص، بالورب اهو. هوب، اديله 1 2 3 بس، بتاع كده 3 ايام وانسى. فكك بقى من الشغل اللي هو ايه، يقول لك انا مش عارف اجيب لك ادويه ايه من الصيدليه البشريه، اجيب لك ادويه من الصيدليه البشريه وادخلهم على بعض واعملهم على بعض، والقصه الحزينه دي. ده كده يعني الفعاليه بتاعته شغاله جامد قوي. تمام. ثواني. بتمر انت بقى على الحمام، وانا مثلا ببقى ببقى ايه، ببقى حاطه في التلاجة، ببقى حاطه في درج التلاجة، وبعبي منه كذا سرنجة، وبمشي بقى، بمشي الصبح كده، ببص على ايه، اشوف في حاجة مثلا عينيها تعباها، زغلول، عارف، وده علاج للكانكر برضه. اي حاجة تيجي على بالك يشتغل هو فيه. تمام. ده كده ايه المرض بتاع العين. وعايزين برضه نعمل منه وقاية، يعني ان احنا الواحد يخلي حذره منه، بحيث ان هو ايه ما يقعدش كل شوية
يطلع له الفيروس ده، والعمليه معاه تبقى مقرفه. فاحنا اللي هتعمله زي ما قلنا، هترفع المناعه بتاعتهم، وهتبعد عنهم مثلا اي حاجه تكون ان هي ايه تعمل لهم غبار في الريش، وما تدخلش حمام جديد على الحمام بتاعك. حتى لو انت شايفه سليم وفل، ممكن يبقى في حمام ما فيهوش حاجه وقاعد في مكان عند واحد صاحبه ما فيهوش حاجه، وانت عندك الحمام ما فيهوش حاجه، يخشوا في بعض يقلبوا الدنيا. انت ازاي تقول لي ازاي؟ انا ما اعرفش. هي الحاجه العلميه بتاعتها ان هو المرض بيبقى موجود في فرد الحمام، بس من كتر ما مناعته قويه بيكون عامل له زي ايه، حاجز، بينقل مكان من مكان. بعد ما ينقل مكان من مكان المناعه بتاعته بتقل، فالمرض بينشط. يعني برضه سمعت دكتور بيتكلم ان السالمونيلا موجوده كده كده في فرد الحمام، اول ما مناعته تنزل المرض ينشط، لكن طول ما مناعته عاليه الفيروس مش قادر يقاوم المناعه ضغط عليه، عشان هو مناعته قويه وبياكل مظبوط وقاعد في الشمس وقاعد واقف والدنيا نظيفه تحتيه كل حاجه، وتحديقه والفيتامينات والاملاح المعدنيه والميه والاكل والعدس والفول والبسله والحاجات دي كلها مقوياه ومخليه ان هو ايه، ظابط حاله. ليه بقى انت ما بتشوفش الامراض في الحمام اللي طاير؟ لان الحمام اللي طاير مناعته عامل زي الواد اللي بيلعب جيم كده. العيال اللي بيلعبوا جيم كده تبص عليهم تلاقيهم مهما كانوا في عز البرد وفي عز التلج جسمهم فيهم صحه جامده، علشان الجيم مقويهم. تيجي بقى عند عيال قاعد في البيت ما بيعملش حاجه، ولا بيروح ولا بيجي، تيجي تبص تلاقي قاعد مثلا في بيتهم ما بيعملش حاجه، مناعته قل، ما بيتعرضش للشمس، ما بيمشيش، الدوره الدمويه في جسمه ما بتمشيش. هو ده حمام السلكات. فانت هتعمل ايه؟ هنقدر نعمل اللي هنعمله معاهم، انك انت تحطهم وتظبطهم وتحط لهم اكلهم وتحتيهم وكل حاجه، واللي عنده امكانيه واللي عنده السطح بتاعه يعرف يسيع ان هو يطير ويعمل وكده يسيب الحمام احسن ايا كان نوعه بقى، بس بحيث ان هو لا يضيع ولا يحصل له حاجه ولا صقر ينزل عليه ولا حاجه تحصل له ولا يقع في منور ولا الكلام ده كله. اللي عنده امكانيه ان هو يطير ويسيب الحمام زي الاوروبيين كده ما بيعملوا. ببص بتفرج على المزارع بتاعت المانيا مفيش حماميه دي محبوسه خالص، الحمام كله سايب جوه سلكات يا اما سايب في الجو. الكلارات والجعافره بينشوهم بيطيروهم في اوروبا. عشان كده دايما تلاقي فرد الحمام ايه، مناعته قويه وبيزق عياله زي ما عندهمش حاجه اسمها حضار، بيزقوا عياله والدنيا معاهم زي الفل ومفيش اي مشاكل حاصله معاهم خالص. فاللي هنستفاده يعني من الحلقه ايه، ان اي فرد حمام عندك انت مضايقك او مقصر معاك في شغله او مقصر، ظبطه في الاملاح المعدنيه والفيتامينات وارفع من مناعته علشان لو في مرض ما يخشلكش. بس ده كان الملخص بتاع الحلقه كلها. يعني العلاج موجود وكل حاجه، بس الوقايه خير من العلاج. انت ظبطهم ووقفهم وقفه مظبوطه، خلي ان المرض اصلا ما يحاولش ان هو يخش معاك، تبقى انت كده ايه، عملت كل حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.